ايه رأيكم لو نعمل النهاردة مع بعض اللفت المخلل؟ شايفين اللون، شايفين الطعم، ولا شامين الريحة؟ حاجة كده بجد تفتح النفس تجنن. مرحبا بالأكلات الشتوية، تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي باللون التحفة ده. بصوا، بسائل خطير خطير بجد، هيخلي اللون يجنن. هنجيب اللفت بتاعنا، نحاول ننقيه كويس، ما يكونش خفيفة وما تكونش تقيلة قوي، ما تكونش طرية كمان قوي، عشان تضمني اللفتية تكون سليمة. بليفة بقى المطبخ على الحوض، ونغسلها كويس جدا، ونشيل منها اي حاجات مش لطيفه فيها. تمام، بالسكينه المشرشره دي لو متوفره، لو مش متوفره بسكينه عاديه. اهم حاجه انا ما بحبش اقطع رفيع قوي ولا تخين قوي، بحب وسط زي ما انتوا شايفين، عشان يتحمل معايا وما يدوبش كده ويتهري مني بسرعه. بخلص الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. بيكون معاه كده حاجات لونها اخضر، بشيل جزء لان بيبقى طعمها فعلا يجنن. اللي ما جربهاش فاتوا كتير قوي. بغسلها برضو كويس جدا وبصفيها. تمام كده، هضيفها كمان على اللفت بتاعي. دي بتكون عيدان كده طالعه منه تقريبا. بحطها بقى في البرطمانات نظيفه ومعقمه كويس قوي، بس اضغطوا كويس قوي. شايفين انا ضغطه لدرجه لما قلبت البرطمان ما نزلتش غير واحده بس. اوكي، لازم تضغطوها كويس جدا عشان ما تطفوش على الميه. حضرت كمان بنجرايه بقى كبيره كده محترمه، قشرتها وقطعتها مكعبات في الخلاط. وحطيت كمان معاها فلفلايه خضره وفلفلايه حمرا مشطشطه، ودي طبعا اختياريه، تقدروا تحطوا بدلها فلفل رومي او الوان. تمام. ولكل كيلو او لكل لتر ميه معلقتين من الملح. اوكي، يعني انا حطيت 6 معالق من الملح عشان عملت 3 كيلو. 3 كيلو ميه يعني. وببتدي بقى اضيف ميه واضرب كويس جدا في الخلاط. تمام. السائل ده كفيل يخليلك لون البنجر بتاعك او لون اللفت بتاعك ملغم كده، لونه محمر كده، وحاجه تفتح النفس. حطيته بقى في البرطمانات بتاعتي بالشكل ده. ما بملاش البرطمانات قوي، بحط نص البرطمانات وبعد كده بكمل بمية عادية خالص. اوكي، مية من الفلتر يعني عادية خالص. اللون يا جماعة شايفين عامل ازاي؟ بملى بقى البرطمانات بتاعتي كلها بالمية بعد ما خلصت السائل بتاع البنجر. بخلص الكمية بتاعتي كلها وبغطيها تقريبا كلها بالمية. زي ما قلت لكم لازم تضغطوا اللفت كويس جدا في البرطمانات عشان ما يطلعش ويطفو كده على البرطمانات من فوق، ويبقى فاضي من تحت، يعني انا مش عايزه كده. تمام. احط بقى شويه من الشطه من فوق بالشكل ده، ودي عشان تحفظه، تديله كمان نكهه وطعم كده حكايه لما بيجي يستوي. بغطي بقى عليه وبسيبه من 5 ل6 ايام فقط، وتبدأي ان انتي تاكليه. بصوا، من احلى الحاجات ومن احلى المخللات اللي ممكن تجربوها بجد في الشتاء. حاجة تفتح النفس، لون وطعم وريحة بجد مقولكوش. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. انا مروة، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة وتقولي لي من اي بلد انتي بتتابعيني. ولو الفيديو ده عجبك ما تنسيش تقولي لي رأيك فيه ايه، وجربيه وقولي لي كمان رأيك في جروب التطبيقات بتاعي. شايفين يا جماعه الطعمه؟ شايفين بجد مقرمش وتحفه، واللون بقى عامل ازاي؟ الميه بتاعته حلوه قوي على فكره، انا بحب اشربها. بصوا، بتفتح النفس بجد، خطيره. مستنيه ان شاء الله رايكم في الفيديو. جربوه والحقوا بقى هاتوه في الشتاء. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد وقصه جديده. باي باي.